دكتور يوسف نشأت، اهلا بيك اهلا في نوران. بودكاست الهيلثي. اهلا مستعد؟ بيك، يلا بينا. احنا هنسأل بقى اسئلة كتيرة قوي، طبية واسئلة اجتماعية وشخصية، عشان احنا عايزين نستفيد من علمك ومن اكسبيرينس بتاعتك، وفي نفس الوقت عايزين ناس تعرف اكتر عن دكتور يوسف. فاول حاجة عايزة اعرف امتى دكتور يوسف وصل لصورة هيلثي نفسيا بقى راضي عنها. دخلت في حته تقيله من اولها، اول سؤال. ايوه. ماشي. طيب بصي، احنا اول ما خلصت الجامعه توهان، بس تايه بقى انا بعمل ايه. خلاص عندي 25 سنه، خلاص بقى طب دي خلاص وطبعا 25 فترة 26 النيابة عديت على كل على كل حاجه. لفيت كل اللفة. وكمان انا بابايا مش دكتور. طيب اه هل هشتغل مع بابايا؟ طيب بابايا طب انا مش عايز اعمل، طب هجرب. قعدت سنتين 3 سنين اكشلي شغال مع بابايا، اها مش لاقي نفسي. بروح الصبح بزنس. بيزنس عايز انه عنده اه مصنع باكجينج اه ماتيريالز. اه قعد وانت بعد فترة النيابة، بعد ما خلصت النيابه. وفي النيابة عديت على كل التخصصات، ما كل لقيتش حاجه. نفسك في ولا لا، تخصص؟ الاقي نفسي فأني جدا. واحد. اكشلي كنت بحب الطب ان جنرال، بس طبعا اه كنت عاجبني قوي حتى البارت بتاع التجميل ده. اه بس مش دي الفكره ان انا الطب ما بيدخلش فلوس. ايوه انا بيقعد كتير قوي على ما يدخل انا عايز فلوس. انا عايز ابني نفسي، وعايز اكيد اه اتجوز، وعايز يبقى عندي بيت وعندي كده، وشايف بقى اه كل اصحابي خلاص اتجوزوا وانا بقى قاعد بقى فاهم. خلاص هشتغل حاجه. فابتديت اشتغل مع بابايا، بس عمري ما كنت حاسس ده اللي انا عايز اعمله. بعد ما اتخرجت عديت على زي اي نائب، اللي هو عديت على كل التخصصات، يعني كريتيكال كير وجاينا مثلا، في اه تخصصات كده بحس ان هي اه عكس خالص التجميل والروقان. ما فيهوش امرجنسي ولا هو في امرجنسي؟ اللي هو انهي حاجه، تجميل التجميل فيها بارت emergency، زي بس مثلا. لا فيها بارت طبعا. لو اي حاجه ليها complications، انت بتعملي ايوه صح. procedures في الوش، فيها حاجات اه ليها complications، بس طبعا اه الواحد المفروض يبقى عارف كل بقى الحاجات اللي ممكن تحصل ويحلها يعني. اه طيب نرجع تاني بقى، امتى قررت انه لا انا بحب الطب فانا هرجع للطب؟ قررت خلاص في يوم صحيت خلاص بنزل كل يوم، انا فعلا مش قادر اروح. اه فخلاص قلت لا بقى ملاش حل. بعمل حاجة عارف اعملها بس مش بحبها. مش بحبها خالص. انا كنت كويس يعني، كنت ماشي الدنيا بس اه مش مبسوط، فاهم. اه فرحت نازل عرفت اجيب حد اتكلم معاه، لان انا عايز ابقى نايب زاير مبدئيا في المستشفى. اه اللي هو انا هشوف هجرب ابتدي نفسي. جات لي. طب اه عايز اعمل ماسترز، جات لي. كانت دي اول خطوه. اه فاصلا ماسترز مش سهله قوي دلوقتي، حتى مقفوله، مش حد. ايوه طبعا، بتاعت الجلديه والتجميل دي بالذات مقفوله خالص. من كتر بيتهيألي ما مطلوب منها كتير قوي، ودايما ايوه بتبقى صعبه حد يقدم ويتاخد يعني. ويتاخد ربنا ظبط لي جت، اه فاهمه. فوانس جت عملت الفيرست بارت، نجحت. ابتديت اخش بقى في الحته دي ومشيت بقى، ابتديت واحده واحده. ابتديت بقى طبعا اتعلمت جلديه كتير جدا 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 في الاول قبل ما اخش التجميل. انا لازم اه اشوف واحد لازم يبقى عنده بيز جلديه كويس قوي قبل ما يخش في التجميل، عشان ما اه ينفعش يخش هو. اتعلمت بيز جلديه كويس جدا، عملت الماسترز بتاعتي في الجلديه، مهم. خلصت بارت 2. ابتديت بقى اشتغل كان حظي حلو قوي، اللي انا كان عندي منتور هو بيشجعك يس وبيدعمك وكده. يس. طب المنتور وقاعد ده تاخد اكيد بقى مكاني. هنعرفه بس في اخر الابيسود. ماشي. بس دلوقتي لو قلت في الرحلة دي وفي كل المحطات دي، هل في حاجات شخصية هي اللي حركت قراراتك ناحية الطب؟ حاجات انا بابايا نفسه شجعني جدا، رغم ان امم هو كان عايزني معاه اكيد، بس اه كان فيري اونست. قال لي اعمل اللي انت بتحبه، وانت مش هتنجح في ايوه اللي انت، لو انت مش عاجبك اللي انت شغال فيه ده مش هتنجح. اه وهو شجعني جدا جدا، حلو قوي، فده من الحاجات اللي فرقت قوي حلو معايا قوي. طبعا. اكيد الموضوع ده فكره الهيلثي نفسيا، فكره ان انا ابقى بعمل اللي انا بحبه، فكره ان انا ابقى موجود مع الناس اللي انا بحبها، فكره ان انا اعمل اخد قرارات مصيريه يس. دي. هل وصلت لمرحله ان انت حاسس ان انت نفسيا دلوقتي اقوى من زمان، او في حاجات بكتير عملتها عشان تساعدك على ده؟ بكتير بكتير. لا طبعا كل ما الواحد بيكبر بياخد امم خبرات اكتر، بيقدر يبقى نفسيا مرتاح اكتر. اه ولما حاجه بتضايقه بيمشيها، لما ناس يعرف يقول لا بتضايقه اكتر. يعرف يقول لا اكتر. يعرف لما يكون حاجه مضايقه ازاي يعرف يعملها، يليد الموضوع. لكن اه طبعا وانا صغير اي حاجه صغيره، لما الاقي نفسي عندي 26 27 سنه ومش اولموست مش شغال، اه او اولموست يعني مش اللي حلو. هو مش هو ده اللي انا عايزه.
طب لو رحنا بقى للهيلثي جسديا، اللي هو انا عايزه ابقى فات، عايزه ابقى باكل اكل صحي، عايزه ابقى محافظ على نفسي، هل المرحله دي او الرحله دي عدت بمراحل؟ يعني هل في وقت كان جسمك مش صحي، مش راضي عن اللي انت بتعمله؟ انا كان حظي حلو ان انا خالي كان رياضي جدا اه وكان بيلعب على طول، فكنت شايفه على طول بيتمرن. وده عشان كده بقول للاهالي دايما يتمرنوا قدام عيالهم عشان يشجعهم يعني. ايوه فهو ده اللي شجعني ان انا ابتدي اتمرن. بعد كده بقى لا دخلت، كنت لا على طول بقى، كنت بصراحه كنت بلعب رياضه على طول. انا رياضي الحاجه اللي ممكن الناس ما تعرفهاش برضو اللي انا يعني كان عندي 4% تفوق رياضي اصلا. فالرياضه ليها دور اصلا في انه انا دلوقتي هقول لك حاجه غريبه جدا برضو دكتور. يمكن ما حكيتهاش ايوه قبل كده. انا اصلا طب كانت بتاخد 94 في ايوه السنه بتاعتي، انا كنت جايب 93.8. كنت في اه سؤال في البيولوجي نسيته خالص، نسيته ما اصلا. كتبتوش. فنزلت نسيت كل ده. احله. يس. ايوه فالطب ما كانتش جايه، اه جت ال 4% دي جابت خلاص بقى ممكن اي حاجه فهي اللي يعني. عشان كنت ظبطت. هتنسى هنزل عشان السؤال اللي نسيته ده كنت هنزل. ايوه ربنا ظبطها، التفوق الرياضي ده جه فبقى اتفتح كل حاجه تاني. بحس ربنا بيبقى مظبطها بيبقى يعني، مرتبها، مستحيل حاجات تكون بتتقفل حاجه وحاجات بتتفتح يعني وهو صعب الطريق ده. وفي الاخر لقيت نفسك في الاخر في تخصص زي ده، تخصص الجلدية والتجميل. عايزة اعرف منك التخصص ده فيه سب سبيشاليتي، لانه في جراحة جلدية عشان بس الناس برضو تكون فاهمة، وفي بقى الجلدية نفسه في تخصصات جوه التخصص. يعني دلوقتي اي حاجه سب سبيشاليتي، هو ايوه لازم اللي عايز يبقى شاطر في حاجه يمسكها باحسن او من احسن الناس فيها على قد ما يقدر طبعا واشوف يعني. ايه اللي انا شاطر فيه وهو ده هركز فيه. بالظبط كده. فانت اه عندك الجلديه كجلديه اللي هي بقى اه الصدفيه والبهاء اه اللي هي جلدية، الجلديه اللي هي جلديه. امراض الجلدية. يس. في استاتيك ميديسن بقى اللي اللي هو هو ايه بقى؟ اللي هو اللي هو تجميل. تجميل بقى بكل اشكاله. في بارت تجميل منه جلديه طبعا، حاجات اللي هي الاكني والحاجات اللي اللي بتظهر هي اللي هي الحبوب وكده. اه يس. وفيها بارت انجكشنز طبعا، اللي هي الحقن بوتوكس، والبيوتيفيكيشن اللي هو فيلرز، التجميلي، خيوط، بس الحاجات دي مش كلها. جراحي. ماينر كلها اه بلوكال انستيزيا، بنج موضعي بنج مش موضعي. بنج اه كلي. اه اوكي. وفيها بارت الليزر طبعا. اه هما وفي دول بقى 3 التجميل بارتس. بقى الجراحي ده جراحه بقى ليها تخصص. عمليه بنج كلي، ده اللي احنا ده انا مش بعمله، ده ده اللي جراحي هو جراحي. ده جراحي جراحي. طيب لو جينا قلنا بقى بالنسبة للتجميل اللي هو المين سبيشاليتي بتاعت حضرتك، احنا رايحين على فين؟ احنا كنا فين واحنا رايحين على فين؟ يعني ربنا يستر يعني. هو اه هو في يعني في طبعا جزء كبير قوي كويس قوي، الدنيا اتحسنت كويس ايوه قوي بحيث ان احنا دلوقتي كل التكنولوجي قايمه على الباي ستيميليشن، ان احنا بنحاول نجدد الخلايا نجدد بتاعتنا. الخلايا من جوه، مش بس الجلد من بره يبقى شكله احنا احلى. مع الهدف بتاع التجميل المفروض اللي هو مش يبقى شكل الجميل، هو مش كاموفلاج، هو مش ميك اب. ايوه ايوه هو المفروض ان شكلك يبقى هيلثي وصحي. مرتاحة اكتر، كأنك نايمة بس اكتر، كده شاربة مية. بس مش بالظبط، كل الناس هيلثير. بتستوعب ده، في ناس عايزين اللي هي نتيجة دلوقتي. ما ده ما ينفعش، ما ده اه ما ينفعش. ده اللي بيبقى بيبوظ، ده اللي بيودي النتائج مش حلوه في الاخر. اللي هو لا انا عايز. وطبعا بقى حته الاوبسيشن انت فاهمه بتيجي بعدين. دي مهمة قوي. انا بس عندي سؤال، هو احنا زمان الجميلات بتوعنا زمان دول كانوا ازاي فضلوا جميلات كده؟ ما هو ما كانش فيه برضو كل اللي موجود دلوقتي، هند رستم ولبلبة والحاجات يس. الجميلة قوي دي. او حتى لو في حاجات هما ما بدأوش اكيد في السن اللي احنا دلوقتي الناس بتبدأ فيه. ده حقيقي. طبعا في بارت كبير قوي البولوشن صح، والحاجات وطبيعة دي الاكل وستريس. دي اكيد بتفرق. موبايلات، انا حاسة يس. الموبايلات اصلا من اكتر الحاجات اللي تعبانة. ده اكيد. بس اه برضو خلي بالك من حاجه، احنا دلوقتي الجيل بتاعنا لو ماشي بانتي ايجنج مظبوطه اه شكله اصغر من الاجيال القديمه ب 10. لما مظبوطه مش بقول المظبوطة. المعصورين، اه لا شكله اصغر من سن يعني لو شفتي الكبار في السن اه بتاعنا لا كان شكلهم صح، اكبر شكلهم مننا اكبر فعلا. بكتير. فعلا وده بسبب بقى مش بس سبب التجميل، ده بسبب الهيلثي لايف ستايل، الاويرنس عن الصحه عامه. ما الصحه دي خلي بالك هي ايوه في كمان تو حتى بارتس. ازمه كورونا فرقت قوي مع الناس ان هي تهتم بصحتها وانه طبعا. يستوعبوا اصلا انه موضوع كبير. والصحه في تو بارتس مهمين قوي يعني، مش اه الصحه الجسديه بس. هو الصحه الجسديه طبعا مهمه، ناكل كويس وننام كويس وما نشربش سجاير والكلام ده كله ده مهم. اه والصحه النفسيه. ايوه مش كل الناس مستوعبه انه لا هو ده بيأثر على الصحه ده النفسيه وده بيأثر على رهيبه رهيبه يعني. اه دي بتوقع شعر، بتطلع حبوب،
لو حدك عندك مرض كامل هيطلع. انا بتكلم دلوقتي على الجلد، طبعا في لا امراض كمان في حاجات عضويه ليها علاقه مثلا بالوش مثلا. كل دول. الضغط العصبي الكتير، العصب السابع اشهرها والعصب الخامس، في انواع كتير. يس. ما هو ده الحبوب وده والأعصاب. والشعر اللي بيقع. وزي ما بقول لك في امراض بقى والصدفيه كل الحاجات دي وانس بيحصل دروب في النفسيه كل ده بيظهر. كل ده بيتاثر. فالناس مركزه قوي على البارت الجسدي which is مهم. ايوه بس ما ينسوش البارت النفسي عشان ده مهم جدا. أيوة. بتكلم بارت بتاع التجميل او الجلديه ان جنرال. فهمت قصدك يا دكتور. بس دلوقتي لو قلنا على موضوع التجاعيد، ويمكن دي اكتر حاجه دلوقتي احنا الناس بتحاول تافويد، لانه الفكره ان احنا لو قدرنا نتجنبها من الاول او ناخرها احسن بكتير من ان احنا نعالجها. لو قلنا على روشته عامه بالعمر، يعني انا عايزه روشته بالسن، سن كذا لكذا يعمل كذا، وسن كذا لكذا. هقول لك بالتقريب بالسن، بس خلي بالك السن ده برضه فيه فاريشن كتير أيوة قوي. طبعاً، عشان في في واحده عوامل ممكن كتير. عندها 20 سنه ظهر لها حاجات اكتر من واحده عندها 40 سنه. أيوة. في بارت جين وفي كذا بارت تاني، في كذا فاكتور تاني. هو احنا كبدايه لازم نبتدي طبعا بكريمات، ده من سن صغير خالص. ومش عايز 100 كريم، انا عايز حاجتين، حاجه فيها سان بلوك كويس سان بلوك. يس. وممكن حاجه فيها ريتينول تجدد خلايا البشره بالليل. بس نبدا بكده، نبدا كده شويه. طيب ممكن لما نكبر شويه، نكبر دي بقى بنتكلم من 25 ل 30 يعني وات ايفر، نبتدي بحاجات البايو ستيميوليشن. هي دي الحاجات بقى اللي تحفز الخلايا انها medicine. تكون احسن. يس. هو ده اصلا ده دلوقتي اللي كل العالم بيحاول يعمل ابحاث فيه. طب وهل البشره الدهنيه والبشره الجافه طبيعه ان هم يعملوا تجاعيد؟ اصل دي بتتقال كتير انه ايه ده انت بشرتك دهنيه، انت متضايقه دلوقتي، بس هي التجاعيد بتظهر الثيك سكين، هي مش الدهنيه او هي اكتر الثيك سكين. الجلد اللي هو طبيعه الجلد تخينه شويه. بيأيج طبعا اقل شويه من طبيعه الجلد الخفيف. بس كل واحده ليها ميزه وعيب، يعني دي حتى تكنيكال قوي اقول لك. بس كل واحده ليها طريقه علاج برضو. فزي ما بحكي لك البايو هو دلوقتي كل اللي احنا بنحاول نعمله البايو ستيميوليشن، ده حاجات عشان تحفز الخلايا، تحفز انتاج الكولاجين والاستين. سواء بقى بالاجهزه او بالحقن، علشان يبان شكلنا ثابت. احنا عايزين عشان نغير في شكلنا، عايزين نقدر شكلنا على قد ما نقدر ثابت، يعني فريش. انا بقول دايما طبيعي زي ما بنحاول نخلي الناس تلعب رياضه لجسمها، تحاول كانك بتعملي رياضه لجلدك. طب لو قلنا بقى على الرياضه لجلدك، دلوقتي منتشر قوي موضوع الفيس جيم والفيس مساج. هل الطريقه اللي انا بابلاي بيها الكريم، يعني ان انا احطه وخلاص واعمل، يعني احط كريم واعمل كده، غير لما احط كريم وهعمل كده وفعلا همساج وشي؟ انا ديبيت كبير قوي الموضوع ده. I'm not sure about that. انا مش متاكد بصراحه هل تفرق ولا لا. انا شايف ان هي ما بتفرقش. بس انا مثلا نفسيا بحس ان انا راضي عن نفسي لو عندي الوقت ان انا اعمل كده ورحت هي بتبسط طبعا كده. تعمل نفسك مساج اكيد. اساسا مساج حلو عامه. ايوه صح. فاي ثينك ان هو لذيذ، بس يفرق فعلا ساينتفكلي في نتائج الكريمات او في نتائج علميا الجلد. ده عليها ديبيت كبير قوي يعني. بس يعني لسه ما فيش اي ترايل ستادي حاجه نزلت علميه تقول انه في بيقولوا في بيقولوا لا، علشان انت لما بتقعد تعمل مساج كتير للجلد ممكن يعمل نتيجه عكسيه للعضلات ويفك. ففي ده ان مش كل مره هعمل في نفس الاتجاه بالظبط. محتاجين ستاديز اكتر على الحته دي، والتكنيك الجديد والحاجات الجديده اللي بيتعمل بيها مساج، الجواتشا والكور وكوره الثلج يعني ترندز كلها. انا شايف خلي الموضوع، عايزين نخلي الموضوع سهل. احط يا عم كريم سان بلوك الصبح، وحط حاجه فيها ريتينول بالليل، احط المهم نحطه ونثبت. مش لازم بالطريقه، عايزين نسهل الناس الحاجات يعني. طب لو قلنا السؤال ده شويه يعني ايه، محتاج جرأة، وانا متاكده ان انت هتبقى جريء. ايه الاخطاء اللي بتخلي الدكاتره لما نشوف حد نقول لا هو عامل تجميل؟ بصي في حاجتين مهمين جدا، هما 2 بوينتس. اول بوينت الدكتور يكون بيحاول يصلح كل حاجه. يعني في تجاعيد هنا نلحق ده نزل شويه يلا نزود شويه. ده هيبوظ، ما لهاش حل. هو لازم نسيب كل واحد على شكله، ونحاول نصلح الحاجات اللي بتظهر عشان يبقى شكله طبيعي على شكله، على سنه وعلى شكله. ما نحاولش نغيره. دي اول بارت. وتاني بقى بارت، ودي مهمه جدا، اللي بيسمعوا للبيشنتس او يعملوا اللي هو عايزه. انا بحارب كل يوم في العياده عشان ما تعملوش يا جماعه، انت مش محتاجه، معلش طب نص هو اعمل ايه دلوقتي؟ في ست مقتنعه انه انا عايزه يبان انه انا عامله،
انا ده في بارت ده بس انا عايزه يبان، لا انا جايه انا بدفع فلوس، انا عايزه يبان لا، انه ده انا شفايفي انا معموله. انا مش بيجوا لي عامه، ولو جوا لي برفض. بيتهيألي بتبقى نوع معين، وهم كمان في دكاترة معينة هم بيتجهوا بيحبوا كده. الاتجاه ده اللي هو باين، وسبيشالي كمان بصراحة أنا مش حاسة إن ده منتشر قوي في مصر، بس مش منتشر في دول تانية، إن هو لا لازم يبان يبان. الشفايف معمولة، انا العينين انا صارفه وعايز يبان العينين عليا مسحوبة كده. قوي، اللي هو الوش ثابت قوي، في ناس بقت which is للأسف. غلط يعني ساينتفك، حتى يعني احنا بنتكلم بقى كان ساينتفك بيز، هو مش ده المفروض. أيوه يعني لو يعني حكايه انا بره، اصل هو في جايد لاينز هنمشي على الجايد لاينز ويبقى شكلنا طبيعي زي كويس اوكي. عايزين نطلع بره الجايد لاينز، مش انا ما بعملش ده، في دكاتره انا مش بغلط فيهم، ده لا على مدرسه. فكرة احنا بنتكلم، على فكرة احنا مين هنا بنناقش انه هي مدارس مختلفة. ايوه، انا حتى لما حد اه بيجي لي عامل كده بيقول لي ايه رايك، اه بقول له ممكن دي مش مدرستي، انا عندي مدرسه مختلفه اللي هي 1 2 3. اه كل واحد عنده مدرسته، حقك تختار ده وده، مش بقول له ده غلط وانت وفي عندك حاجات كتير بتبقى على المدى القصير شكلها حلو، بس هي على المدى البعيد مش دي هتعرفي حاجات تكملي كتير طول الوقت على ده ده. وفي مدارس، في دكتور شايف ان انا هعمل حاجه اللي هينفع طول الوقت احافظ لك عليها اطول بالظبط. مده، يفضل وشك شبهي. انا بيعجبني قوي حته بالظبط زي ما انت بتقولي، بيعجبني قوي شبهي. حاسه اللي انا لما حد بيقول لي انا مش عايز عشان شكلي ما يتغيرش، بقول له انا مش عايز اغير شكلك، انا عايز شكلك ما يتغيرش. انا الايدجنج هو اللي بيغير شكلك، اه انتي ايدجنج هي اللي بتخليك شكلك زي ما هو. هو اه دي فكرتي عن التجميل اصلا او الانتي ايدجنج. خصوصا ان في حاجات ريفرسبل او سهل بسرعه ان عملناها خلاص نلغيها، وفي حاجات لا انا لازم استنى شهور. فانا عايزه اتكلم في النقطه دي بالظبط، البوتوكس والفيلرز. الفيلرز حتى لو اتعملت مش احلى حاجه، ده انا دوب. فكره انها بتتدوب، بس اي ثينك ان ده برضو بيتعب الجلد، بس ممكن ملحوقه يعني زي ما بيقولوا. لا بالدوزز مظبوطه كده، لا ما بيتعبش ولا حاجه لكن يعني. لكن البوتوكس لا يا دكتور، لا مخيف. لازم تستني اتليست لاز... شهر لا ونص. كمان اولا بتستني. عايزه حضرتك تشرح لنا اكتر عن البوتوكس او التوكسين نفسه اللي هو زي بيشيل العضله. يعني خلينا هي نفهم الناس اكتر عن البوتوكس، مميزاته ومساوئه. حلو. بص البوتوكس زي اي ميديكيشن ليه الحاجات بتاعته الحلوه والحاجات الوحشه زي ما انت قلتي بالظبط. الحاجات اللي بتاعته الكويسه اللي هو بيريلاكس العضله، بيخلي اللاينز دي ما تظهرش. يعني مثلا لو عندي دي اللي هي خطوط خلاص فانا عايزه الحقها، اعمليها بدري عشان ما تزيدش هحقن هنا وبس. لو اتعملت اوفر انا هلاقي نفسي عامله كده طول الوقت، فانا حتى لو مكشر مش هعرف اعمل كده. لا نتكلم لو اتعمل كل حاجه مظبوط، لا تسي اتعملت مظبوط. انا اقصد، انا عايزه افهم الناس البوتوكس ده هو بيريلاكس العضله، بيخلي العضله مرتاحه فما تبقاش بترياكت معانا. فيفرد اللاينز في الفورهيد، في اللي هو في الفوق وهنا وجنب العين، ودلوقتي كمان بقينا بنشيل للرقبه علشان كمان الرقبه ما تبقاش مع الرياكشن. يس، وفي حاجات بطرق تانية كمان بنقدر نرفع بيه شويه الوش، وبيستخدم علاجي للصداع وللتعرق والحاجات دي علاجيه. طبعا بالظبط. بس لو اتكلمنا بقى على الوش، انا شايفه انه حاجه زي البوتوكس ده، لانه كمان هو بياخد وقت على ما النتيجه تبان، دي اول حاجه. تاني حاجه انه طب خلاص النتيجه بانت ووشي اتفرد على الاخر، طب انا عايزه ارجع في كلامي، لا مش بسهوله. يعني هل في حاجه ممكن تعكسه؟ لا بوتوكس لغايه دلوقتي مفيش حاجه تنفع خلينا بقى نركز نستنى شهر كده ونشوف. بس هو عامه انا دايما عشان كده بقول دايما للدكاتره الصغيره اندر تريت، حط قليل. ايوه احقن باقل جرعه واستنى ما وراناش حاجه. ايوه ده في كله على فكره، في البوتوكس حط قليل، في الفيلرز دايما حط اقل من اللي انت عايز تحطه. ايوه ونزود براحتنا، ما وراناش حاجه. لانه هيجي وقت يعني مثلا الناس اللي عندها عينين بتضحك، انا عندي سمايلي ايز، فانا فاكره ان في انا النصيحه دي بجد انا ممتنه للدكتور اللي قالها لي. لو حطيتي هتبوظ لك ضحكتك. قال لي نورهان اوعي تجربي في يوم من الايام. وفعلا انا عندي واحده صاحبتي دايما يقولوا ان احنا شبه بعض قوي. فهي كانت مره كانت في لبنان تقريبا، وعملت، هي فضلت 4 شهور هي بقت شكل تاني، ملامحها بقت حاده، هي الضحكه. فهي الفكره انه لازم الدكتور اللي هو هي ساينس، هي جايد لاينز وساينس، وانا نفسي افهم عن الحاجه قبل ما اروح، علشان طبعا عشان تعرف تتكلم مع الدكتور، والدكتور لازم خلاص هي جايد. احنا مش بنخترع الذره. ايوه يعني في ساينس وفي ريسيرشز كتير قوي على كل حاجه في البوتوكس والفيلرز، نمشي عليها يا جماعه، بلاش نطلع بره. وانا نفسي ما تكسفش اني اقول له لا دكتور انا مش عايزه ملامحي تبقى حاده اكتر، بس في ناس عايزه ملامحي تبقى جريئه اكتر. طبعا. في ناس عايزه ابقى ملامحي لا بريئه زي ما هي، بس كوميونيكيشن مهمه جدا ما بين الدكتور والبيشنت. احنا نتكلم مع بعض ونوصل. وفي ناس عايزه دايما مرفوع، في ناس مش عايزه. دي كوميونيكيشن في الاول مهمه جدا قبل ما نبتدي، والاسسمنت طبعا.
طب ولو جينا لحته الكوميونيكيشن بقى، احكي لي عن الجزء من شغلكم اللي هو بحس انك محتاج تبقى دكتور نفسي. طبعا ده على بتعمل ايه طول. في الموضوع ده؟ هو كتير قوي بارت طبعا البنات بتبقوا مضغوطين نفسيا فييجوا عايزين يعملوا اي حاجه. ايوه، دكتور اي حاجه اي حاجه اي حاجه. لو لا انت متضايقه النهارده فنعمل بتعالي لي وقت تاني. لا نقعد نتكلم مع بعض، لو هي فعلا محتاجه اقول لها ممكن نبقى نعمل كذا وكذا، نحط بلان مع بعض ونعملهم واحده واحده. لو هي مش محتاجه حاجه بقول لها لا انت مش مبسوطه اطلعي فوقي على نفسك. نعمل حاجه اللي هي احنا بنقعد بسيطه. بنعمل سايكوثيرابي كتير قوي في العياده يعني. حلو قوي. طب اطلعي يعني مش عشان انت زعلانه تيجي تبوظي حاجه يعني. اطلعي وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه يعني. طيب دكتور، هو ما فيش حد ما بيحبش التانينج اي ثينك، دلوقتي كمان اكتر من زمان. ازاي نعمل تان ناخد لون حلو ونبقى اللي هو لون البحر والشمس والكلام ده، بس بطريقه امنه؟ بص لو احنا اللون القمحي ده ينفع ياخد تان كويس. لو طبعا الناس اللي بيض خالص لا طبعا سان بلوك وخلاص عشان ما نتحرقش وفي عرضه بقى لسكين كانسر وكده. فبنتكلم دلوقتي عن الناس ازاي بقى. طبعا الشمس فيها بتطلع اللي هو كتر التعرض للشمس. كتر تعرض الشمس. الناس البيض زياده. الناس القمحويه بيبقى عندهم بروتكشن شويه من الميلانين اللي في جسمهم. احنا عايزين نقول الشمس بتفيدنا في ايه وبتضر بالذات جلدنا، ممكن تضره ازاي عشان الناس تكون مستوعبه ليه مهم سان بلوك، ليه مهم الوقت المعين للتعرض للشمس يكون امتى. طبعا كلنا عارفين الفيتامين دي والبارت ده هو طبعا بيساعد الفيتامين دي بقى مظبوط في جسمنا. وكلنا بنحب الشمس من الحته النفسيه بقى اللي بنتكلم فيها على طول يعني. من غير شمس دي الواحد بيبقى نفسيته وحشه جدا. ازاي نحمي نفسنا؟ نحط السان بلوك المناسب طبعا، عشان في حاجات للاويلي سكين وفي حاجات كل بقى في كذا نوع بقى حسب طبيعه السان بلوك ده بالظبط. والجسم بقى دي اللي فيها انا شخصيا بحب الاويل. لو حد نقول له قمحي يقدر يحط اويل بقى، وفي درجات فيها بروتكشن خفيفه 16 لو انت من اول 16 لحد 0 خالص على حسب بقى ده. حلو قوي. بس ده هيدي لون حلو فور شور. بس من غير ما نحط سان بلوك في خطر بقى طبعا السكين كانسر، وخطر انه الكولاجين بتاع بشرتنا اصلا من جوه بيتكسر طبعا. هو اقوى يو في ده اليو في دامج ده اكتر حاجه هو بتبوظ كل حاجه. فالانتي ايجينج انا زي ما بقول لك اقوى انتي ايجينج هو السان بلوك. السان بلوك فعشان كده لازم اللي هو فعلا اللي هو الصبح نحطه انت في البيت، انت في المطبخ، انت حتى اللي هو لير اقل. لكن في البيت في المطبخ مش لازم على فكره. مش لازم فعلا. لو الدنيا ما فيهاش شمس قوي مش لازم، بالعكس مويسترايزر وخلاص. لكن لو هنطلع في الشمس ما نطلعش من غيره. حتى بقى الدنيا مظلمه او يعني اللي هي في كلاودي اليو في بيعدي عادي. اللي هو الناس فاكره لا ما فيش شمس يا دكتور. لا ما هو فيش، هو ده في اشعه. انت مش شايفه الاشعه، انت شايفه في شمس ولا لا، بس الاشعه اللي بتعدي كلاودي لاير دي خالص. فتخيلي في الصيف بقى اللي هو في شمس في شمس بكتير. فاي ثينك احسن حاجه ان احنا نعود نفسنا انه ده يبقى ده الميك اب بتاعنا او ده اللوك بتاعنا اللي هو احنا حاطين سان بلوك مناسب لبشرتنا. وفي البنات مشكلتهم ان هم بيتضايقوا من اللي انت بتقولي ده بالظبط، اللي بيخافوا اللي يبقى عندهم طبقه بيضاء كده. لا اختار الحاجه اللي مناسبه. دلوقتي في انواع ما ولا انفيزبل، انت مش بتشوفي حاجه اصلا. انت حاطه في حاجات جel بيس وفي حاجات بالظبط كده تنتد وفي حاجات. لا اشجع كل يعني طبعا رجاله وستات وكل حاجه كلهم. نيجي للرجاله بقى. اصلا فكره ان الرجاله اصلا تعمل سكين كير دي لا ما دي ما فيش طبعا. ما انا شخصيا يعني دخلت في الموضوع ده اخر سنتين لما ابتديت افهم. انا عمري ما كنت بفكر اعمل اي حاجه، بس ككريمات انا مش هطلب منك 100 حاجه. انا عارف الرجاله يعني مش هطلب. سان بلوك ده اساسي. لو قدرت تحط حاجه فيها ريتينول بالليل كده مش عايز منك اي حاجه تانية وخلاص كفايه. هو بس يعمل كده. هو بس يعمل كده صح. ايوه دول كده حلو قوي. دول بالنسبه او اكشلي بالنسبه حتى للستات حاجات ممكن نزود حاجات على اساس بقى عندهم في بيجمنتيشن في اكني نعالجها. دي حته لكن البارت التجميلي كفايه جدا سان بلوك الصبح، ريتينول بالليل. انا مش شايف لازم نحط 100 حاجه بصراحه. ونبتدي بقى نخش في الحاجات البايوستيميوليشن الريجنراتيف ميديسن دي. لما نبتدي بقى كل ما نكبر في السن نبتدي ناخد حاجه واحده كده نعمل حاجه. بس اللي هو اللي اساسي رجاله وستات، ودي سهله قوي بالنسبه للرجاله، بس يحط الصبح هو نازل على الشغل حاجه سان بلوك، وقبل النوم ريتينول بالظبط. وانس ابتدينا نكبر لا لازم نخش في. انا شايف البايوستيميوليشن دي حاجه مهمه لاي حد اللي هو عشان بشرتها تبان احسن وشها يبان عشان نحافظ بقى على شكلنا. هي انت مش تشوفي دايركت افكت زي البوتوكس والفيلرز، بس انت بتحافظي على اللي عندك. فابتدي طب احنا لو قلنا في النيوتريشن او في الهيلثي، الجسم الهيلثي، في ناس عندهم eating disorders اللي هو يعني
هي طول الوقت شايفه نفسها رفيعه قوي، او آه. واحده تانية بتاكل وتخلي نفسها تفومت، وفي البوليميا والانوركسيا والحاجات دي. هل في ديس اوردرز برضو في التخصص بتاعكم؟ طبعا بيوتي او فيشل ديس اوردر، اللي هو طول الوقت انا شايفه وشي حاجه غير اللي الناس شايفاها؟ فيشل ديسمورفيا اسمعوا، يعني بيبص على وشه مش حلو، دي كبيره دي صغيره، دي يقعد يركز في كل نقطه، كل نقطه عايز يصلح كل نقطه. بتبقى البنت رهيبه يعني فعلا شكلها حلو جدا وماسكه كل نقطه عايزه تصلحها. طبعا ده دور دكتور بقى اللي هو يشرح لها. بصي بالجاي مبدئيا لازم يعمل لها سايكوثيرابي في الاول، يشرح لها ويفهمها ويقول لها، وبعد كده بقى يكلمها بقى بالجايد لاينز. بصي بالبروبورشنز، انت مناخيرك كويسه عشان كذا، انت شفايفك كويسه عشان كذا. وعلى فكره ممكن تبقى شفايفك مش 100% مظبوطه بس هي لايقه على وشك، سيبيها ما تحاوليش تلعبي فيها، هتلعبي فيها هتبوظيها، مش هتحسني. هي دي البارت اللي نديها ابعاد، انه لو عملنا ده مع ده لا شكلك هيروح لحته تانية، صح ويخليها تقدر تشوف نفسها بالظبط. بطريقه وفي حته التجميل اوضح. في بارت كبير قوي ساينس، يعني بروبورشنز وارقام، وفي بارت كبير قوي برضو عين وفن. يعني مش معنى الارقام احنا مش وذوق وذوق، احنا مش ماشيين، احنا مش مكن ماشي بنشوف الجايد لاينز دي مظبوطه ولا لا، وهي بقى لايقه عليكي ولا لا. ممكن تكون مناخيرك اكبر من اكبر سنه من الجايد لاينز بس هي لايقه عليكي، دونت تاتش ات، ما تلمسيهاش. بس ده حلو قوي، لانه للاسف دلوقتي بقت في حته انه لا انا حاسه انه عايزه ابقى شبه فلانه، حاسه اني لو عملت كذا هبقى شكلي كذا. الموضوع ده هو ده اللي بيبوظ. عايزين الناس تحب نفسها، مش يعني هدفنا الناس تبقى عندها الثقه في نفسها وتحب نفسها، مش هدفنا اللي احنا نقعد ننسخ من الناس بقى زي بعض. بتبقى يعني مرتاحه قوي تبقى مرتاحه بالظبط. هي في حاجات عامه لا دي ممكن بتضايق اي حد، وفي حاجات يعني مثلا انا بحس انه مثلا في حاجات لا ما ينفعش نتجاهلها، نحاول طول الوقت. الحاجات اغلبها اللي هي الجلديه، المشاكل البشره مثلا، الهالات السوداء من الحاجات اللي اي ثينك ما ينفعش نتجاهلها. نحاول نعمل دي من الحاجات اللي بتضايق قوي طبعا الاندر ايز. انا من البارت من الحاجات اللي بحبها جدا في العلاج بتاعي في شغلك، بتكلم عليه كتير. هي تشالنجينج قوي سبيشالي ان في ناس طبيعه جلدها كده. طب فيري تشالنجينج، مش كل الحالات بتحسن 100% بس في حالات كتيره بتدي 100%. زي ايه اللي هي انهي حاله اللي بتدي 100% وانهي اصعب حاله؟ بصي الاندر ايز بيغمق او تحت العين بيغمق عشان 3 اسباب. التجويف ده سهل قوي، الفيلرز بتعليه في ثانيه، الفيلرز بتظبطه. الجيناتيكلي بقى ساعات الجلد نفسه بيبقى خفيف قوي وبيبقى مغمق. ايوه ده صعب، مش بسهوله بيتحسن بنسبه 50 60، مش بنوصل 100% قوي بس ده بيبقى وراثيا، وهي طبيعه ان هي ان الجلد رقيق قوي والشرايين والاورده بالظبط بالظبط. فهو دول اكتر يعني. في حاجات سهله قوي قوي قوي، في حاجات وفي متوسطه. ممكن تكون بيجمنتيشن هي الصبغه اللي في المنطقه الصبغه دي. نفسها، ما هي بتبقى الصبغه نفسها. وساعات الجلد كمان بيبقى خفيف جدا، بيبقى خفيف قوي، وممكن تبقى بنت صغيره جدا ده 20 سنه. خلاص بنعالجها قد ما نقدر، وندي لها نقول لها مش توصلي 100% بس مش مشكله يعني. طب احنا لو قلنا بقى، احنا اتكلمنا كتير قوي قوي طب، واتكلمنا كتير قوي تجميل، واتكلمنا كتير اللي هو في الحته بتاعتك كدكتور يوسف. طب لو قلنا ايه نقطه التحول في شخصيتك اللي خلتك حاسس انه لا انا مرتاح قوي في التخصص ده، انا هكمل قوي في التخصص ده، وانا هكمل في طريقتي في مدرستي؟ يعني كانت ايه الحاجه التشينجينج بوينت؟ من اول انا في الاول طول عمري بحب التجميل. وانس ابتديت اشتغل فيه، انا بنزل كل يوم مش عايز ارجع من الشغل، انا بشتغل فعلا 12 و13 ساعه في اليوم، مش بعمل حاجه بحبها، فخلاص يبقى هو ده اللي انا عايز اكمل فيه يعني. هو ده اللي انا فعلا مش عايز اغيره يعني. بالتالي دي اكتر حاجه اللي الواحد يبقى نازل الصبح عايز ينزل اصلا هو عايز يعني. طيب دكتور يوسف، قول لي ازاي طبيعه شغلك اثرت على حياتك الشخصيه؟ طبيعه شغلي اثرت على حياتي الشخصيه؟ بصي مؤخرا طبعا انا بشتغل كتير قوي، فده مؤثر وانا شايف مؤثر في البيت. لو مراتي مش فعلا شايله كويس قوي البيت والعيال وكده، لا الموضوع صعب قوي، لازم تكون هي مستحمله كتير قوي. انا شايف اي دكتور ان جنرال مراته بتشيل كتير قوي عشان اصلا. انا مبسوطه قوي بالكلام ده لان انا كنت هسالك لان جوزي دكتور، لان كنت هسالك شايف انه اي ست تعرف يعني تعرف تستوعب ان هي جوزها اغلب الوقت مشغول، واغلب الوقت مشغول بناس تانية؟ لا طبعا مش سهله خالص. هي شايله البيت كله وشايله العيال وشايله مليون حاجه، وانا في معظم اليوم في الشغل طبعا. يا دوب في الويكند بس باجي، او شويه الصبح قبل ما بنزل. طبعا وقت قليل قوي بالنسبه ليا قاعده.
يعني هي لو هي مش مقدره ده انا شايف الدنيا ده ده اكتر حاجه فرقت فعلا الحمد لله مراتي مساعداني في الموضوع الحمد ده. لله، ما شاء الله ما شاء الله. طب نروح بقى تاني، هنخلي السؤال التاني برضو طبيعه شغلك ومراتك. لانه انت طول الوقت بتتعامل مع ستات، طول الوقت بتتعامل مع ستات عشان هم يبقوا احلى. لازم يعني لازم تبقى confident لازم تبقى قوي، very ولازم confident، تبقى ولازم عارفه. تبقى عاقله كمان، يعني اه لازم تبقى فاهمه اللي جوزها بيحبها هي ايوه وخلاص يعني وده شغله وخلاص، اه. وما يكونش هو مقصر في يعني على لو قد الموضوع ما. عامل زي اللي هو سيلبرتي، اللي هو they are not fans، بس هم اللي طول الوقت بتتعامل معاهم. طبعا هي لازم بصراحه مرات الدكتور، بس دكتور تجميل بالذات لازم تبقى عاليه جدا. طب وعندها ثقه في نفسها طبعا. دي مهمه قوي. طب والشغلانه دي غيرت ايه في شخصيتك انت؟ عملت ايه؟ بصي هو الطب نفسه اللي غير في شخصيتي اكتر من التجميل، بس الطب نفسه قرارات بتاخد قرارات كل يوم، ده طبعا كم مره في اليوم؟ قرار انا على طول كم مره في الساعه بتاخد قرارات، ده بارت كبير قوي. تاني حاجه ان الواحد انا من بعد المدرسه وبعد الجامعه تخشي بعد كده طب. انا كنت طب عين شمس، فانا انا بقى شفت كل حاجه، اشتغلت في المستشفى بتاعت عين شمس، وتتعاملي مع الناس وتشوف الناس تعبانه وازاي وتساعدي. ده انا شايف دي من اكتر الحاجات اللي غيرت شخصيتي. التعامل الديلي مع ناس بكل الفئات بكل الافكار، وازاي طبعا بتغير في شخصيتك، بتخليكي مور ماتيور، ناضج اكتر. دي اكتر حاجه. الطب نفسه الناس الطب نفسه هو ده اكتر حاجه فرقت. التجميل هو نفس البارت، التعامل مع الناس برضو بنفس الحته دي. يعني بحس التعامل مع الناس هو اللي بيخليكي مور ماتيور، هو اللي بيخليكي تشوفي بقى الحياه من كل البرسبكتيفز الثانيه، من كل منظور تاني بتاع كل حد، مش من ناحيتك انت بس، ومش عارفه الباقي بيفكر ازاي ولا بيعمل ايه. هي دي اكتر حاجه فرقت في شخصيتي، يعني فاهمه قصدي. طب لو قلنا ايه الصفه من وجهه نظرك اللي شايف انها لازم تكون موجوده في اي دكتور؟ امانه ما فيهاش نقاش. امين لحد يعني اللي جاي لك ده جاي تعبان وات ايفر ايه شكوته، قلبه رجله وشه مضايقه وشكله مش عاجبه، لو انت اي حاجه هتقولها له هيسمعك. هتستغل الموضوع ده؟ يعني معقول؟ يعني ما تستغلش بقى، يعني انت اعمل له اللي هو محتاجه واللي هو محتاجه وبس، ما تحاولش تزود ولا 0.5% زياده بس. طب لما بدأت تعمل content and you're giving back للناس وتديهم معلومات على السوشيال ميديا، فيش حد جه قال لك طب انت كده بتقول لهم اغلب الحاجات، انت بتديهم consultation for free، انت بتحرق كل حاجه، طب ما يجوا لنا العياده ليه؟ على طول. حد قال لك كده قبل كده؟ على طول. اصل انا بعمل حاجات اكتر كمان، انا بعلم دكاتره فور فري. يعني بدي يعني لحد عايز يجي يتفرج معاك، تعال اتفرج واديله كل التريكس بتاعتي والخبره وكل حاجه. فده اصلا حتى يعني مراتي بتقول لي يعني ماشي بس كويس، بس وبعدين يعني طب الناس دي كلها هتطلع تعمل. انا مش شايف كده، انا شايف كل واحد عنده التاتش بتاعه والذوق بتاعه وتفكيره. مش كله هيبقى زي، مش كل الدكاتره زي بعض، كل واحد يبقى عنده كل التشانس ازاي يتعلم. طب انا الناس اللي علموني دول، ما هو انا اتعلمت برضه. علم كل الناس وادي المعلومات اللي عندك لكل الناس، وانت لو كويس هتثبت نفسك. مش لازم ما تبخلش على نفسك بالمعلومات، سواء بقى معلومات على السوشيال ميديا او معلومات للدكاتره لو انت دكتور بتعلم يعني. وكده كده هتلاقي الحاله اللي برضو عايزه تجيلك وعايزه برضو تقعد معاك، مهما كان في مليون واحد شاطر قلت كل حاجه، بس هي في الاخر عايزه تجيلك انت. طب لو قلنا على تحكي لنا عن حاله واحده اثرت فيك واثرت في شخصيتك ومأثره فيك لحد النهارده واحنا قاعدين مع بعض. الحاجات دي عايز افكر فيها قبليها. شفت بقى، ما هي كده، هي دي المفاجاه. في كذا الحاله اللي جت في بالك دلوقتي جدا يعني فرحتك، عيطتك، في حاله اثرت فيك، حسيت انك عملت حاجه في حياتها. في مثلا في بنات بتيجي بشوفها كل يوم في العياده جايه انت عايزه حاله واحده صح؟ او جنرال كونديشن او وضع معين ده بيأثر فيك.
جات لي واحده بتعيط على طول عشان جوزها على طول بيقول لها انت شكلك مش حلو، وانت الحاجات دي بنشوفها في الافلام بنفتكر ان هي اوفر، بس بتحصل والبنت فعلا شكلها كويس، طبعا في الاول شرحت لها لا انت شكلك كويس وده شكلك والحاجات الصغيره دي ممكن نعالجها، ممكن نعالج كذا، ممكن نعالج كذا. بس ليه حد ممكن يعمل كده في مراته، او ممكن ليه يعمل كده في اي حد اصلا يعني. ودي انا دي افتكرتها دلوقتي. وجات لك حاله فعلا زي ما شفنا في حاجات اللي هو لا انا عايزه اعمل ده عشان جوزي ما يتجوزش عليا. ما سمعتش الكوماند ده بالظبط، بس جالي فعلا كذا حد جوزها هو اللي جايبها اصلا وهي مش عايزه، هو قاعد بيضغط عليها. لو هي مش عايزه ممكن يعني تتكلم معاه هو؟ حصلت لك قبل كده ان انت اتكلمت معاه هو او اديته كلمتين ممكن كده؟ عملت كده قبل كده؟ بس مش بكلمتين، بقول له يعني بالراحه، وبقعد اقول له قدامها لا شكلها بالعكس شكلها حلو، واحد اتنين تلاته. هو ممكن هو اصلا يكون اوت اوف بروبورشنز خالص اساسا. ده اللي انا اقصده، انه جات لك قبل كده ان هو عمال يقول لك اعمل لها واعمل لها واعمل مش لها. فاهم. طب يا استاذ ايه انت محتاج، طب ما تيجي نعمل لك انت الاول ما كذا عملتش وكذا كده، ما وكذا. حركتوش يعني. بس طبعا كانت في دماغي يعني. انا حاسه ان انا لو بقيت دكتوره تجميل وحصل لي موقف ده هعمل كده. لا طب ما تيجي بقى هجيب لها حقها وهي قاعده اللي هو بصي لا تعالى بقى. انا بدافع عنها من غير ما احرجه، بس ده بيبقى في دماغي طبعا يعني. طب احكي لنا حاله او وضع معين بيبقى بيضحكك، يعني تلاقي نفسك لا انا كده ممكن اضحك بقى. عندي كميه يعني جات لك حد قبل كده قالت لك انا عايزه ابقى شبه نانسي عجرم؟ طبعا دي مليون مره. لا دي بجد مليون مره، بجد دي مليون مره. نانسي عجرم وهيفاء، وطبعا ده 24 ساعه بس. عايزه ابقى شبهها. بيطلعوا صور بالظبط، عايزه بتهيألي كل دكاتره التجميل بيعدوا المرحله دي بالموضوع ده يعني. انا عايزه ابقى الصوره دي اللي هي ولا حاجة يعني ولا نفس الشفايف دي هي كلها. هي يعني عايزين يظبطوا بالظبط زي كده يعني. طب نجيب قالب بقى. بالظبط مصنع طب بترد ايه؟ ردود ايه؟ لا طبعا كل واحد عنده العظم بتاع وشك مختلف، مراخيرك مختلفه، لا دي محتاجه جراحه لو انت بس. طبعا بشرح لها بقى زي ما قلت لك السايكوثيرابي المهم. انت لازم تكوني بتحبي شكلك، نحسنه على شكلك، مش هنغيرك من واحده لواحده ثانيه. لازم هي نفسها تبقى مقتنعه اللي هي تكون بتحب شكلها. فبلعب يعني بحاول اشتغل على الحته دي شويه. طبيعه شغلك خليتك تبص لملامح الناس بطريقه مختلفه؟ يعني مثلا ممكن هو حد بيتكلم معاك، حد بره الشغل خالص عامل حاجه غلط انت مش عارف تركز غصب عني على طول. يعني بتعمل سكاننج كده، انا عايز اعمل 1 2 3 4 بقى عارف، عايز احقن بسرعه حالا او قاعدين دلوقتي بنتعشى اصلا ودماغي مش مركزه قوي. انا مش سامع هو او هي بتقول ايه، بس انا مخي جاب 1 2 3 عايز اعملهم حالا. انا عايز اظبط الحاجات الصغيره دي. مره ما قدرتش تمسك نفسك وقلت لحد؟ لا نيفر عمري ما اقدرش اعمل حاجه زي كده خلاص اللي هو لا هي لازم بجد تسال. هو لو اي حد سالني انا محتاج ايه، اقول له انت محتاج واحد هقول بقى كله. الحاجه اللي زي ما بقول لك، الحاجه الوحيده اللي بشجع الناس عليها اللي هي البايو ستيميوليشن. عشان دي زي ما بقول لك زي كانك بتلعبي رياضه، هو اي حد ممكن اشجعه عليها. لكن تصلح حاجه دي لازم هو يجي يسالني عليها يعني. طب لو دكتور يوسف ما بقاش ما كانش دكتور تجميل، كانت ممكن تكون ايه؟ مخرج افلام. واو. انا مدمن افلام. انا بتفرج على تلفزيون يعني، بحرق كميه افلام كتير جدا. بتحط نفسك مكان المخرج على طول. وكنت عايز اعمل كده، وكنت هعمل ايه، وكنت اقول ايه. انا مدمن افلام، وكنت فعلا نفسي اطلع مخرج زمان يعني. ده بس دي من اكتر الحاجات اللي كانت في فرق بعيد قوي. بس برضو الاثنين فيهم حاجه متشابهه، هو ده بيركز في التفاصيل قوي وده بيركز في التفاصيل قوي وبيبص على الصوره كامله. وده بيبص على الصوره وده بيطلع حاجه حلوه وده بيطلع حاجه حلوه، فالاثنين بعاد عن التوتر، دي احلى حاجه. طيب احنا اخر حاجه بقى عندنا كام سؤال كده عايزين يعني خير الكلام وقل ودل اجابتهم في كلمه. فهي اول حاجه، مين اكتر شخص اثر على حياتك العمليه؟ ابويا. ابويا مبدئيا في وقت البيزنس زي ما كنت بحكي لك اداني بارت كبير قوي في البيزنس، استخدمته بعدين في شغلي. وتاني حاجه زي ما بقول لك كان بيشجعني على طول. حتى لما قلت له هسيب مش هقدر اشتغل في هنا انا عايز ارجع، ما اعترضش وشجعني. طيب مين اكتر حد اثر في حياتك الشخصيه الاجتماعيه في نفسيتك؟ اقرب اتنين ليا مراتي ده اكيد، وماي كازن ابن عمي، واصحابي بقى. انا عندي اصحابي قريبين قوي 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 ليا. حد واحد بس اكتر حد في العمليه ولا الشخصيه؟ لا في الحياه الشخصيه. شخصيه مراتي اكيد. مراتي ما قلتش كده، هي مراتي برضه. أيوة. زي مراتي فعلا. حلو. هي مراتي فعلا. هي فعلا ما شاء الله. طيب
ايه الدافع اللي بيخليك طول الوقت مكمل؟ ايه الحاجة اللي بتخليك طول الوقت لا انا هكمل، انا هشتغل، انا هكبر، انا هوصل؟ فاميلي، العيله. مم. يعني حتى مم. لو انا مكسل لازم عندي حاجات لازم اعملها. مم. عيانين بتوعي، انا مم. فعلا بحب اللي انا بعمله، انا بقعد اشتغل مبسوط، ولما حد بيطلع مبسوط ويجي لي مسجز دي ببقى مبسوط قوي. انا كل يوم بيجي لي مسجز ناس مبسوطه، ناس مبسوطه، دي لوحدها تخليكي قاعده تشتغلي طول عمرك، فاهم؟ ايوه. دي اكتر حاجه دول يعني. طبعا فاميلي والعيانين بتوعي اللي هم ازاي الابريشيشن اللي بيديهولي يعني لما بعمل شغل حلو. الانرجي اللي بتاخدها منهم. ايه الوقت اللي حسيت ان انت خدت قرار غلط؟ بصي انا شخصيه بطيئه جدا، ويعني ممكن كنت ببقى مذبذب جدا زمان، باخد وقت طويل قوي في القرارات. فقرار غلط مش قادر افتكر دلوقتي عشان فعلا كل حاجه طولت فيها قوي عشان اخدها. يمكن شايف ان هي دي يمكن يعني ده يمكن ده عيبي. اتغير دلوقتي انه لسه بطيء وباخد وقت كتير قوي عشان اخد قراراتي. دي طبيعه شخصيه. دي طبيعه شخصيه، بس انا مش قادر اقولها عيب ولا ميزه. هي مش عيب. بس يعني بس هو دي اكتر حاجه بتهيألي جت في دماغي يعني. اللي هو وهسألك اخر سؤال احنا جاوبناه في وسط الحلقه، بس انا السؤال ده بالنسبه لي مهم قوي، بس هسأله لك بطريقه مختلفه. لو قلت لك هما 3 صفات بالنسبه لك لازم يكونوا موجودين في اي دكتور، حضرتك قلت لنا اول حاجه الامانه. اللي يتعلم كويس جدا جدا، يعني هو يمسك الحاجه اللي هو هيتخصص فيها ويبقى من احسن الناس فيها على قد ما يقدر طبعا، بس يبقى فعلا من احسن الناس فيها، يبذل كل المجهود. ان شاء الله تبقى اي حاجه، اي دكتور، اي حاجه، مش فارقه ايه، او اي انا شايف اي بروفيشنز ان جنرال. انا دايما بقول كده خليك فيها احسن من احسن الناس، يعني مش هتبقى احسن واحد، بس مفيش حاجه اسمها مثلا كليه قمه، المهم ان الكليه اللي انا ادخلها ابقى احسن حد فيها. بالظبط كده، فانا هبقى في القمه برضه. بالظبط كده. دول اكتر 2. انت قلتي 3 حاجات. ايوه عايزه تالتة. الامانه، واللي هو يبقى شاطر ويساعد الناس. يساعد الناس دي اهم حاجه طبعا، اللي هو يبقى انسان مع عيلته ومع الناس البيشنتس بتوعه، ومع تلاميذه بقى الدكاتره الصغيرين لما يجي يعلمهم ازاي يعلمهم كل حاجه يعرف. دول ال3 حاجات يعني. حلوين قوي. ثانك يو يا دكتور، انا مبسوطه قوي 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 بقعدتنا مع بعض. انا نفسي استفدت ومتشكره جدا على وقتك، ومبسوطه ان احنا عرفناك اكتر، لان انا بالنسبه لي كل دكتور هو سيلبرتي للعيانين بتوعه وللتلامذه بتوعه، فهم عايزين يعرفوا اكتر عن شخصيته. فمبسوطه ان احنا عرفنا اكتر. انا انبسطت جدا معاكي. انا كمان. انا مرعبه شويه الاسئله بس لا والله بس سهله لذيذه. مش سهله قوي بس ماشي. ثانك يو يا دكتور، نورت الدنيا بجد. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو يا جماعه.